بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين بحلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. النهاردة بقى هنعمل مع بعض المشاوي. أنا كنت عاملاها قبل كده معاكم، بس هنعملها تاني. بس أنا كنت متبلة اللحمة والكفتة والحاجات دي كلها قبلها بيوم. ازاي بقى الفيديو ده مش ازاي بقى نتبل المشاوي، عشان انا كنت قبل كده عاملاها. كلنا طبعا عارفين ازاي تتبيله المشاوي، بس برضو هنحكي كده مع بعض شويه كده وهنقول احنا عملناها ازاي. تمام. انا الفيديو ده مخصوص عشان ازاي في ناس كتير قوي ما بتعرفش تولع الشوايه بتاعه الفحم، اللي هي اللي بنشوي عليها الفراخ واللحمه بالفحم مش بالكهرباء. تمام. فبيقولك بتطفى مننا والفحم بيطفى والفحم بيهبب والفحم. لا، انا هوريكم دلوقتي انا بولع الشوايه بتاعتي ازاي، واظن ان انتوا شايفين. بصوا بقى اللحمه جميله ازاي. اول حاجه هنعمل ايه؟ التتبيله بقى بتاعتنا عباره عن اللحمه والريش. دي حاجه واحده، يعني تتبيله اللحمه وتتبيله الريش، تتبيله اللي هو البفتيك وتتبيله الريش بتبقى حاجه واحده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب مثلا طماطم او معلقه صلصه. تمام، طماطميه مبشوره او معلقه صلصه او معجون صلصه، مفيش مشكله. تمام. هنحط عليها حبه معلقه من السكر، نص معلقه من السكر، الملح. هنحط عليها دبس رمان لو متوفر، ولو مش متوفر مفيش اي مشكله، ممكن نحط معلقه سكر. خلاص. هنحط خل ابيض، هنحط صويا صوص، هنحط فلفل اسود، هنحط بهارات، هنحط جوز الطيب. في بقى بهارات بتتباع عند العطار مخصوص لتتبيله اللحمه المشويه والكفته المشويه. لما تروحي كده بقى عند العطار قولي له عايزه البهارات، تشكيله البهارات بتاعه الكفته المشويه بتاعه الحاتي واللحمه بتاعه الحاتي. انا حطيت منها معلقه وعلى الكفته معلقه، بصراحه بتودي الكفته واللحمه في حته تانية خالص. تمام. يبقى احنا جينا اهي لتتبيله اللحمه، عندنا طماطم وعندنا اهم حاجه عندنا ميه البصل. ميه البصل احنا هنبشر البصل اللي هنتبل بيه الكفته، هنعصره ونتبل بيه نتبل بيه اللحمه والريش. يبقى هنحط في التتبيله بتاعتنا الميه بتاعت البصل، مع نص معلقه من السكر، معلقه من دبس الرمان لو متوفر، لو مش متوفر مفيش مشكله. عندنا صويا صوص برضو لو متوفره، مش متوفره عادي مفيش مشكله. عندنا خل ابيض عادي يغني على الصويا صوص. عندنا توم، عندنا ملح، عندنا فلفل اسود، جوز الطيب، البهارات السبع، عندنا بصل بودر، توم بودر. تمام. زعتر لو متوفر مفيش مشكله. تمام. والبهارات اللي احنا بنجيبها منين؟ من عند العطار، بهارات مخصوصه لشوي اللحمه والكفته. خلاص. والميه بتاعت البصل. هنقلب الكلام ده كله مع بعض كده جامد، وهننزل بيها على على الكفته على اللحمه وعلى الريش بتاعتي. طبعا انت تكوني انت قايله للجزار اللحمه دي هتتشوى، هيديكي حته روز بيف. تمام. الروز بيف دي هي بتاعه الشوي. هو الجزار عارف اني حته بتاعه الشوي واني حته بتاعه الاسكالوب. بص الشكل جميل ازاي. تمام. والتتبيله كمان والريحه تحفه، مش قادره اوصف لكم. دي كده لتتبيله اللحمه والريش. خلاص، تتبيله واحده. نيجي بقى للكفته بتاعتنا. انا جايبه هنا مثلا كيلو لحمه مفرومه، هنزل عليها بربع كيلو من اللي هي الضاني. ربع كيلو من اللي هي الضاني، يعني كيلو حسب ما انت برضه ما انت عايزه. يبقى انا خدت هنا ربع كيلو ليا ضاني عليها كيلو من اللحمه المفرومه. تمام. فرمتهم الاتنين مع بعض فرم ناعم، وبعد كده حطيت البصل بتاعي اللي عصرت ميته، تبلت بيها تبلت بيها اللحمه. خلاص. يبقى انا خدت البصل، التفل بتاع البصل بتاعي مش الميه، وحطيته على الكفته بتاعتي ونزلت بالبهارات بتاعتي زي ما قلت لكم. هنا بقى هنيجي للفحم، عشان برضو اللقطه دي ما تفوتنيش، وهرجع لكم للكفته تاني. اول بقى ما تبتدي تولعي الفحم، تروحي جايبه فحم، تروحي جايبه الفحم بتاعك، جايبه الفحم بتاعك. تعملي فيه تروحي مولعه حبه منه كده على النار البوتاجاز عادي جدا، وبعد ما يولعوا خلاص وبيبقوا كده موهوجين زي ما انتم شايفين، اروح حطاهم على الفحم اللي في قلب الشوايه. تمام. طبعا الفحم ده بيبقى حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا هنا كنت مستخدمه 2 كيلو فحم. خلاص. ممكن هتستخدمي اقل، ممكن تستخدمي كيلو، نص كيلو، حسب الشوايه بتاعتك ما بتاخد.
تمام. اول حاجه بقى هعملها، طبعا سخنت الفحم، حطيته بقى على الفحم اللي انا ولعته، حطيته على الفحم اللي هو لسه ما كانش فيه ولعه ولا حاجه. رحت بديت بايه بقى علشان الفحم عندي يتوهج كده بقى والريحه تطلع. بدات بالطرب. الطرب ده هقول لكم عليه برضو واحنا ايه بنتكلم كده مع بعض. ماشي. ادي كده خلصنا ايه من حته الفحم. نيجي بقى لتتبيله اللحمه والطرب. خلاص. بعد ما عملت اللحمه وعصرت الميه بتاعتها تمام كده، عصرت البصل بتاعها، رحت عامله ايه بقى، خدت اللحمه بتاعتي بالبصل وبالبهارات بتاعتي، جوز الطيب والبهارات اللي انا قلت لكم عليها بتاعه العطار اللي هي بتاعه الحاتي، الكفته واللحمه. حطيت عليها برضو معلقه وجوز الطيب وبصل بودر وتوم بودر، اكتر من كده مفيش. تمام، ما حطيتش اكتر من كده. خلاص. ونيجي بقى ايه واعملها جامد بقى، افضل ان انا ادعك فيها جامد بحيث ان هي تندمج كلها مع بعض. خدت نصها بقى، عملت بقى ايه المنجيل بتاع الخروف بتاعي. تمام. قطعته كده كانك بتقطعي ورق الكرنب وبتحشي الكرنب. خدت حته كده واصبعها بايدي والفها، اخد والف اخد والف كده كانك بتعملي كرنب. تمام. وشمعتها في التلاجة لتاني يوم الصبح. تمام. وبقيه اللحمه رحت حطها فين، حطيتها في التلاجة. والتتبيله بتاعتي بتاعت اللحمه والريش في التلاجة. جيت بقى ايه تاني يوم بشوي كده زي ما انتم شايفين. بصي بقى الطرب عمل لي ريحه تحفه بقى، الدهنه بتاعت الطرب. بصوا بقى، بصوا جميله، بصوا الجمال عامله ازاي الشوايه. ليه بقى؟ من الطرب اللي انا حطيته في الاول هو اللي وهج لي اللحمه دي كده. لو مش متوفر الطرب ممكن بقى تحطي ايه بقى، تحطي اللي هي الضاني، اللحمه الضاني. هتعمليها هتعملك برضو النار دي كده. ماشي. شوينا بقى اللحمه وشوينا الطرب وشوينا الكفته بالشكل ده. نيجي بقى مع بعض واحنا بقى بنصبع السياخ بتاعه الكفته. لما تيجي بقى تصبعي السياخ بتاعت الكفته لازم تضميها من فوق وتضميها من تحت، وتقسمي كده السيخ بتاعك كده من كل ايه، يعني تقسميه لتلاتة، تقسميه لأربعة، لاتنين، حسب ما انتي عايزة. وشوية الكبدة. تمام. زي ما انا برضو انا عامله لكم فيديو بقى تاني في وصفات وحكاوي بيرو عن شوي الكبدة. تمام. كده بقى الشوي بتاعي كله خلص. رحت بقى ايه، خدت على الجريل، مش على العيش ده، مش على الفحم، على الجريل. خدته على الجريل بقى. حمرت عيش كده زي ما انتم شايفين. بص بقى اللحمه مستويه ازاي الضاني، بصي، ولا محروقه ولا متشعوطه ولا فيها اي حاجه، مستويه وجميله وجوسي كمان، جميله جدا جدا في منتهى الجمال. يبقى احنا كده عرفنا تتبيله الكفته، وعرفنا ازاي بنلف الطرب. طرب زي ما قلت لكم هي بتاعه الكفته. تمام. ناخد صبع صبع كده ونلف الطرب كانه نقطع الطرب بتاعنا، نختار بقى الحتت الطرب اللي هي الخفيفه. في الطرب بتبقى حتت سمينه شويه. في حاجه بقى ايه هقول لكم عليها برضو بيعملوها اللي هو بتاع الحاتي بيعملها. بيعمل ايه بقى في الطرب؟ لما تيجي تطلعي الطرب من التلاجة ما تلفوش على طول، تنقعيه في ميه دافيه. تنقعيه في ميه دافيه مش ميه سخنه، عشان ما يستلقش منك. ميه دافيه كده ايه، هتنقعي الطرب بتاعك في ميه دافيه شويه. وبعد كده هتبصي تلاقيه لين وطري وجميل وبيتلف معاكي وبيتقطع معاكي في منتهى السهوله. جربي بقى الطريقه دي وادعيلي. اتفرجي بقى الطرب بيبقى متجمد كده، طالع من التلاجة متجمد. لا، انت تحطيه في ميه دافيه. اول ما تحطيه في ميه دافيه هتبصي تلاقيه طرى ولان معاكي. خلاص. كده هنا بجهز السفره بتاعتي. اللحمه هي استوت، بصي السوا بتاعها جميل ازاي، لا محروقه ولا حاجه، وجوسي وجميله. والكفته برضو كذلك والطرب كذلك. وعملت سياخ برضو من البصل القوارمه الصغير شويته. يعني كانت وجبه متكامله يعني. وعملت بقى الطحينه وعملت السلطه الخضراء بتاعه الحاتي. بص الكفته عامله ازاي، بص جميله جدا من جوه وجوسي وجميله جميله. ما تنسيش برضو في الكفته نص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه او اقل كمان من نص معلقه. تمام. ما تنساهاش دي تركه برضو، حطيها في بالك في البيكنج باودر. حطي لي بقى اللايك يا حبيبه قلبي والاشتراك في القناه لما اللي وصل معايا الفيديو لغايه دلوقتي كده. وحطي لي اللايك بقى اللي لسه ما اشتركش يشترك. ماشي. كده بقى بنرص الكفته. بصي بقى جميله، بصي بقى الطرب وجماله. بصي بقى الطرب وجماله، جميل 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 جميل. حاجه كده نظيفه، حاجه بقى انت بتعمليها في البيت، ولا الحاتي ولا اي حاجه بره ما تعرفيش ايديهم فيها ايه اصلا. عملنا كل حاجه في البيت، عملنا الطحينه في البيت وعملنا كل حاجه في البيت. عملنا المكشكشه وعملنا كل حاجه.
حاجة جميلة وحاجة نظيفة وعيالك بيحبوها وأوفر وأنضف وأرخص من بره بكتير. فرجي بقى، والله الأكل ده قاعد عندي باليومين بناكل فيهم ومش عايز يخلص. ليه؟ لأن الحاجة فيها بركة، الحاجة متوفرة وفيها بركة الحمد لله. آه وعملت جنبها برضو رز، رز كده أصفر بالكاري، رز مصري عادي عملته بالكاري وبس، كان جميل برضو، كان تحفة وجميل. وعملت طحينة وعملت سلطة خضراء اللي هي بتاعة الحياتي، كانت سفرة جميلة وأكلة جميلة، ومعها برضو كبدة، عملت برضو الكبدة. وكل سنة بقى وانتوا طيبين يا حبايبي، وان شاء الله السنة الجاية نعمل برضو مشاوي تاني، ونشوف بقى تركة جديدة، نشوف حاجة جديدة نخترعها في المشاوي تاني. ماشي. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، ويا رب تكونوا عرفتوا ازاي بنولع الفحم، لان ناس كتير قالت لي يا بيرو الفحم بيتطفى مننا. الاول نولع الفحم وبعد كده نحطه على الشوايه، عمره ما هيتطفى مني. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويعود عليكم بالخير يا رب. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. وتقولوا لي بقى رايكم ايه في التعليقات في المشاوي بتاعتي، شكلها طبعا طعمها كانت، بتمنى ان انتوا تبقوا معايا. السلام عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية. باي باي.